يا صباح الخير والهنا والسرور عليكم يا حبايب قلبي، يا رب صبحنا وربحنا وبان عبادك ما تفضحنا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير والله. اوعوا بقى شوفوا اول في الحاجه في المقدمه، اوعوا تنسوا اللايك. لو بتحبوا ناديه الشرقاوي قناه ناديه الشرقاوي حطوا له اللايك يا حبايب قلبي عشان ربنا يكرمنا كده وربنا يسعدكم ويكبر خواطركم يا حبايبي وما تحرمش منكم، بيكم مكمله ومعاكم مكمله يا احلى اخوات في الدنيا. ماشي يا حبيب قلبي. انا بتبسط والله من التعليقات بتاعكم والبنات اللي تقول يا طنط ناديه واكتبي لنا واعملي لنا. انا معاكم باذن الله حبايب. ان انت خدتنا في اللكه كده يا لكاكه وما قلتيش تعملي ايه. احنا النهارده بقى يا حبيب قلبي هنعمل مع بعض كده صينيه الرقاق العسل الاوزه اللوزه اللي تستاهل بقكم حبايب قلب نادي. زي ما انتم شايفين بقى كده ايه. قطعنا البصله بتاعتنا وقرن الفلفل الحراق وحبيتين الطماطم دول قطعتهم برده كده في ثانيه وزي ما انتم شايفين. خليكي شطوره ولهلوب. والمهم يا حبايب قلب ايه قطعناهم زي ما انتم شايفين كده ونزلنا عليهم باللحمه بتاعتنا بقى عشان تتبل كده وتشرب من الخلطه والصوص وتبقى اوزه ولوزه وتستاهل بقكم حبايب قلب. ماشي زي ما انتم شايفين كده. شفت عاد شكلها جميل زي ما انتم شايفين اهو. والطعم بقى والريحه يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد السلام. عشان نعمل صينيه الرقاق بتاعتنا انا حلفت واقسمت بالله ما انا عامله هي صينيه الرقاق بس. ساعه الاكل عاوزين تجيبوا شيبسي هاتوا شيبسي وخلاص الدنيا غاليه يا ولاي. وبكره باذن الله كده انا ناويه ايه يبقى في مد ايده مد ايده يعني ايه. يعني لحمه كنا ايام زمان يا حبيب قلبي بنقول لحمه. بنقول على اللحمه مد ايد. ماشي يا حبيب قلبي انا قايمه النهارده مزاجه مش رايق كده. وما صدقت مسحت الشقه وروقت ومروقه مطبخنا. قلت هي صينيه الرقاق اللي هعملها لهم او صينيه القلاش اللي هعملها لهم باللحمه. وشكرا ونحمد ربنا على كده. كل يوم عاوز وكل يوم زي ما انتوا عارفين. الوش والاشياء بتاعت كل يوم دي. حطينا بقى معلقتين سمنه زي ما انتم شايفين كده في ديل الصينيه بتاعنا. وهنفردها عشان ايه نحط بقى صينيه الرقاق بتاعتنا يا حبايب قلبي مع بعض كده. رقه رقه. ماشي. يا رب بس بتكونوا تستفادوا مني وتكونوا بتحبوا قناتي وتكونوا هتحطوا لي اللايك كده لو ناويين يعني باذن الله عشان الفيديوهات بتاعتنا تتشاف وتبقى حلوه. هي يعني الحمد لله ما شاء الله المشاهدات بتاعت اي ما تظبط. بس المشكله في اللايكات يا ولاد. تعرفين ان احنا مش بنستفاد من اللايكات الا ايه. انت وغيرك 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 يا حبيبه قلبي يا كبوده. تشوفوا اللايكات بتاعتنا تشوفوا الحاجات بتاعتنا. بتشجعوني وحياه النعمه بتشجعوني وبتديني باور. ان انا اقعد يلا ما تخليكش. ان انا ايه انزل فيديوهات كل يوم ببقى مبسوطه كده. حتى الورق بتاعنا مش لازم عليه الكلام. المهم يا حبايب قلبي الورق دي كان في الفريزر. شوفوا اللي بند عليك. وزي ما انتم شايفين كده بقى تحاسب عليه بالراحه عشان ما يتهراش. عشان ما يبقاش ناشف معاك ايه ومش حلو كده. وانا غلطت غلطه يا حبايب قلبي مش عاوزاكم تغلطوا فيه. لما تكونوا بتعملوا صينيه الرقاق بتاعكم ديت ما تخليش المروحه شغاله قبالك. انا كنت واقفه على الرخامه بتاعتنا او على البار بتاعنا والمروحه جايه عليا. لما خلصتها حسيت ان هي كانت ناشفه يعني معايا كده وايه وانا بقطع. مش مشكله بس هنحط بقى السمنه بتاعتنا واللبن ونظبط الحال والمستحيل. قسما بالله كان طعمها تحفه تحفه تحفه. وقضتنا وغدتنا وظبطتنا ويا ست. بس ربنا ايه يكفينا شر اللي بيجي على غفله ويكفينا شر المداري. ويا حبايب قلبي ايه كده نبقى حلوين ومية مية. شوفوا بقى ما شاء الله حله اللحمه بتاعتنا او حله المعسك بتاعنا يا ولاد. زي ما انتوا بتقولوا عليها هو. ما شاء الله جميله وتحفه وزي العسل. وكانت ريحتها. وعندي بقى ايه السوسه الصغير كل شيء. سيبي لي معلقه في ديل الحل سيبي لي معلقه في ديل الحل. قلت له ماشي بس اما خلص. ماشي يا حبايب قلبي يعني صينيه الرقاق في الايام اللي احنا فيها ديت لوحدها تكفي. هي فيها لحمتها وتشرب اللبن بتاعها وهتتظبط وهتتلبط وهتبقى مية مية. ماشي وندور على بكره كل يوم عاوز. والعيال عاوزه تيجي من المدارس ما تلاقيش ايه لقمه مش حلوه لا عاوزين كل يوم لقمه حلوه. ففي يوم زي دي نعمل مثلا صينيه رقاق. يوم بعده مثلا نعمل حبه محشي وفرخه ولا لحمه كده يعني. ولا ايه حبه كشري شويه والله العظيم انا كنت امبارح عامله بساريه يا حبايب قلب الياف. كانت جميله وكانت تحفه. وبيني وبينكم انا يعني حمدت ربنا ان الاكله سهله النهارده. عشان انا ايه ممش مظبطه كده النفسيه مش حلوه. والحمد لله رضا. فقلت بقى اعمل صينيه الرقاق واقوم زقها في الفرن. عما يجوا من المدرسه اللي بيصورني بقى في الوقت ده مين اشرف. بس محمد لحقني برضه انا اتاخرت عم اشرف جاب لي الحاجات. وعمل الرقاق بتاعنا دوت فك. ماشي. فاللهم صل على النبي ايه غبت بقى شويه عم محمد بيطلع بدري الساعه 12 ونص. قلت يعني انت زنقتني مش مشكله. ما علينا يعني. كنت بقى بقطع فيها في الوقت ده يا حبايب قلبي. وهسقى بقى اللبن بتاعنا ده بقى يا حبايبي اجا ايه كتير. فانا استعملت برضو دماغي.
نقصت شويه بشويه كده وسقيت الصينيه بتاعتنا، واللي فاض ماشي غليته. وايه بالليل كده باذن الله لو حد عايز كوبايه شاي على لبن، ولا لو ما عزوش الصبح وهم رايحين المدرسه كده يعني. الناس تمشي نفسها وتمشي حالها وتدبر بيتها، علشان الايام اللي احنا فيها دي تعدي على خير وربنا يسترها، وكفانا شر المداري. وانا مش قايله اكتر من كده يا حبايب قلبي. اهو زي ما انتم شايفين حطيت بقى معلقه فلفل اسمر وحته سمنه وحبه اللبن وسقيت الصينيه بتاعتنا بالشكل هذا الجميل اللي انتم شايفينه الحلو ده، وندخلها الفرن بقى. اما نقوم بقى ايه نتوضى ونصلي الظهر ونحمد ربنا كده، تكون اتظبطت وبقت مية مية، وبتوع المدارس يجوا وايه واقطع لهم بقى واكلهم يا حبايب قلبي. ويوم وعدى ويوم وفات وجربوه وصدقوني مش هتندموا. والله العظيم انا عارفه ان انتوا اشطر مني واحسن مني كتير كمان، بس احنا بنسلي بعض وبنشجع بعض، وانتوا عارفين ان دي باب رزق لنا يا حبايب قلبي. فلو بتحبوني وبتستفادوا مني حاجه، او انا يعني خفيف على قلوبكم كده، تحطوا لي اللايك والاشتراك ماشي يا حبايبي، عشان القناه بتاعتنا تكبر وتبقى حلوه ومية مية. اقسم بالله انتوا عارفين ان انا بقالي سنتين فاتحه القناه بتاعتي ديت وما خدتش ارباح منها لسه لحد الان. فاتمنى يا حبيب قلبي ان ايه لو بفيدكم بمعلومه بسيطه تحطوا لي اللايك بس. اهو دول شويه اللبن اللي فاضي يا حبيب قلبي، ولعت عليهم يتغلوا اهو، وصينيه الرقاق بتاعنا في الفرن زي ما انتم شايفين، الريحه بتاعتها مفحفحه وريحتها جميله اهو. وكانت اتحمرت وطلعت واستوت وبقت مية مية، وتستاهل بقكم يا كبوده انت وهي ماشي. اللي بحبني بقى زي ما بقول لكم حطوا لي لايك والاشتراك، ويا رب اكون بفيدكم لو بمعلومه بسيطه، واشوف وشكم على خير مع الف سلامه.